إسماعيل العلوي نبل السياسة مسيرة حياتي، إصدار جديد للكاتب والصحفي محمد سراج الضو يستعرض من خلاله مسيرة أحد الشخصيات السياسية التقدمية بالمغرب، ويقدم قراءة تحليلية لمسارات الرجل والأحداث التي عايشها وكان فاعلا فيها. حمد العلوي وعثمان التازي. مؤلف جديد حول مسار إسماعيل العلوي، أحد أبرز الشخصيات الوطنية التقدمية لكاتبه الصحفي محمد سراج الضو. الكتاب يتألف من 12 فصلا يروي مسيرة الرجل السياسية والفكرية، ويتوقف عند المحطات المفصلية في حياته ومساراته السياسية والثقافية والفكرية. هو نداء في الواقع لكي يتحلى الجميع في الميدان السياسة بما ينقصنا جميعا من دون شك، ألا وهو النبل في المعاملات وفي التصرف فيما يخص هذه المهمة الشريفة التي تجعلنا نساهم على قدم المساواة في تدبير الشأن العمومي. الكتاب يعد شهادة حية على مسيرة أحد أبرز الشخصيات السياسية والفكرية في المغرب، ويشكل مرجعا هاما للمهتمين بالتاريخ السياسي المغربي. أستاذ مولاي إسماعيل العلوي أعتقد أنه الرجل يستحق ذلك بالنظر لمكانته في المجتمع، بالنظر لما قدمه من عطاءات على مستويات مختلفة، سياسية، جامعية، ثقافية، جمعوية. المؤلف الإصدار الجديد في الواقع هو يشكل مساهمة في حفظ الذاكرة النضالية ومرجعا ذو بعد تكويني لطاقاتنا وأطرنا وشبابنا الجدد، مناضلاتنا ومناضلينا، وأيضا من خارج الحزب. مؤلف يشكل استقراء لذاكرة سياسية طبعت المشهد السياسي والفكري المغربي منذ ستينيات القرن الماضي، فهو وثيقة ذات قيمة لفهم التحولات السياسية والاجتماعية ببلادنا، ويقدم قراءة تحليلية معمقة لمسارات المغرب السياسية والثقافية.